السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا حبايب قلبي، معاكم أم العيال في قصة النهاردة. القصة دي طويلة شوية لكن فيها وجع كبير وعبرة أكبر. قصة بنت كانت زي الملاك، متربية على الدين والستر، لكن الدنيا أخدتها بعيد بعيد قوي. واللي حصل معاها بيحصل للأسف مع بنات كتير اليومين دول. اقعدوا معايا للنهاية وهتفهموا ان خطوة صغيرة ممكن تضيع عمر كامل. البنت دي اسمها غادة، بنت في تانية ثانوي. من وهي صغيرة أمها ربتها على الصلاة والستر، ربتها على الصوم وحفظ القرآن. كانت تصحى على الفجر تصلي مع أمها، تحفظ قرآن، تفتخر وتقول لأصحابها: أنا مش زي البنات اللي بيسيبوا الصلاة، أنا الحمد لله بصلي كل وقت في وقته. ماما ربتني على كده، وبصوم وبحب ان انا ازكي، وكمان بحب اقرا وردي، واحب كل يوم اقرا الاذكار في الصباح وفي المساء. الجيران كانوا دايما يشهدوا ليها ويشوفوها ويقولوا لها: دي بنت زي القمر، متربية ومصونة. امها كانت تبتسم وتقول: دي بنتي واغلى ما عندي. ودايما تفتخر قوي لما واحدة من الجيران تقول لها: بنتك دي عسل ومتربية على الاخلاق والدين. امها كانت دايما تفتخر وترفع راسها وتقول: دي بنتي. كبرت غادة وبدأت تشوف الدنيا بشكل تاني. دخلت على السوشيال ميديا، الأول حساب بسيط، صورة طبيعية، كلام ديني. لكن صحابها بدأوا يتغيروا. صحيح مش كل صحابها، في صحابها برضو فضلوا على الثبات وربنا ثبت قلبهم، لكن الصحاب كتير وتغيروا. واحدة خلعت الحجاب، واحدة لبست لبس ضيق، واحدة بقت تطلع فيديوهات ترقص. غادة كانت تقول: أنا مش هبقى زيهم. لكن الفضول لعب في قلبها، الشيطان هنا لعب دوره، وقالت لنفسها: طب ما اجرب صورة من غير طرحة. الصورة نزلت وانهالت اللايكات والتعليقات، وبدأ اللي يقول لها: انتي قمر، واللي يقول لها: انتي عيونك حلوة، واللي يقول لها: ايه الجمال اللي انا شايفه ده. وطبعا الكلام المعسول اللي انتوا عارفينه، الكلام اللي بيخلي البنات معظمها تنهار. لكن البنت اللي على دينها وثابتة دي حاجة تانية، ربنا سبحانه وتعالى يثبتها على الدين والإسلام. القلب اللي كان مليان قرآن بدأ يتلخبط من كلمة حلوة. صحابها بقوا ياخدوها معاهم خروجات، مولات، كافيهات، وسهرات لحد بالليل. في الأول كانت بتتكسف، لكن مرة ورا مرة بدأت تتغير، وخطوة ورا خطوة بدأت تتغير. بقت تسمع أغاني ليل ونهار بدل ما بتسمع القرآن. بقت ترد على الشباب في الشات. الأم حست إن بنتها بدأت تتغير، قالت لها: يا غادة، خلي بالك، الطريق اللي انتي ماشية فيه ده غلط، والسوشيال ميديا ده مش لعب. اللي يبدأ بخطوة صغيرة ممكن ينتهي بضياع كبير يا بنتي. حبت تنصحها، بس أمها من قلبها موجوع، خايفة على بنتها، لأن حاسة مش دي بنتها اللي هي ربتها، مش دي البنت اللي ربتها على الإيمان وعلى الصلاة وعلى الصوم، مش دي. غادة بدأت تتغير، وبدأ الشيطان يلعب في دماغها. غادة رددت: أمي كفاية، كفاية وعظ يا أمي، أنا عايشة حياتي، كل البنات كده. قالت لها: هو ده رد ترديه على أمك؟ في بنات برضو زي ما عايشين كده، في بنات عايشين لأ، عايشين محتشمين. يا بنتي ما تخليش الشيطان يلعب بيكي. قالت لها: يا أمي كفاية، ما تقلقيش عليا، أنا كويسة. الأم كل يوم توعظها وكل يوم تنصحها، بس هي حاسة إن مفيش فايدة. وفي يوم ظهر في حياتها شاب على الفيسبوك اسمه أحمد. كلامه كان ناعم، رسايله مليانة اهتمام، بيكتب ليها: انتي مختلفة، انتي مش زي البنات. غادة حست لأول مرة إنها مميزة. الكلام بقى مكالمات صوتية، بعدين فيديو، بعدين اتقابلوا في كافيه. في الأول لقاء عادي، بعدين اتكرر، وكل يوم بيتكرر. وللأسف العلاقة خرجت برا حدود الصح، خرجت برا حدود الأدب. في يوم رجعت غدا
من مقابلة منهارة جدا. دخلت على أمها وهي بتبكي، صوتها مبحوح وعينيها حمرا ووشها شاحب. أمها بتقول لها مالك، انت بتعيطي كده ليه؟ بدأت تعيط وتنهار من العياط. قالت لها يا بنتي فهميني في ايه، انا عايزة افهم انتي بتعيطي ليه. قالت لها سامحيني يا امي، انا ضعفت، انا ضيعت نفسي. الام ضعفت، الدنيا بدأت تتهز، بدأت تحس بفقدان توازنها، وبدأت تصرخ جامد. حست ان هي نفسها تكسر كل حاجة في البيت. قالت لها يعني ايه يا غادة، قوليلي ايه اللي حصل. غادة وقعت على الارض تبكي. انا ضيعت شرفي يا امي، انا ضيعت شرفي يا امي. وجع الام، الكلمة دي نزلت عليها زي رصاص. الام صرخت يا وجع عليك يا بنتي، هو ده التربية اللي انا ربيتها لك؟ انا ربيتك على القرآن والصلاة، ربيتك تبقي زينة البنات، ازاي تعملي كده؟ الام هنا فضلت تصرخ، فضلت تلف حوالين نفسها، ما هياش عارفة تعمل ايه ولا تقول ايه. فضلت تبكي جامد. ضيعت عمري، ضيعت سمعتي، ضيعت سمعة نفسك، وضيعت سمعة خواتك واهلك. لكن في وسط وجعها مسكت بنتها وحضنتها وقالت لها انا مكسورة، انا موجوعة باللي انتي عملتيه. ليه يا بنتي ما حسيتيش ان انتي عندك خوات بنات ممكن يتعايروا بيكي؟ ليه يا بنتي ما حسيتيش ان في خوات رجالة ممكن يضيعوا بسببك؟ يا بنتي انا عايزة اقولك ان انتي ضيعتي عيلة كاملة وكسرتينا قدام الناس، لكن برضو انا امك، واللي اتكسر عند الناس ده مش مشكلة، ممكن ربنا يجبره. لسه باب التوبة مفتوح، بس لو رجعت بصدق يا بنتي، ارجعي لربنا بصدق عشان يتوب عليكي. لسه الباب مفتوح ليكي، بس لو رجعتي تاني يا بنتي صدقيني ربنا سبحانه وتعالى، مش عارفة تقول لها ايه، بس هي حبت انها تقول لبنتها ان الباب مفتوح بالنسبة لك، بالنسبة لربنا خشي تاني، يمكن ربنا ان شاء الله يجبر بخاطرك، وربنا جابر الخواطر، بس ارجعي بصدق من جواكي. من اليوم ده غادة اتغيرت تماما، دموعها منشفتش، بقت تبكي في السرير كل ليلة وتقول له يا رب ليه سبت نفسي كده؟ يا رب ليه، يا رب ليه سبت نفسي كده؟ الأم كانت تبكي معاها وتدعي وتقول اللهم رد بنتي إليك ردا جميلا، اللهم رد بنتي إليك ردا جميلا. كانت البنت من اليوم ده ما بطلتش، على طول قاعدة على سجادة الصلاة تصلي، وفي كل وقت تصلي، ورجعت تاني ورجعت تدعي ربنا، وربنا إن شاء الله مع المنكسرين جابر. القلب اللي اتكسر مش بس قلب غادة، لكن كمان قلب أمها اللي شافت تعب عمرها بيضيع قدامها. واللي حصل مع غادة بيحصل النهاردة مع آلاف البنات. بنات تبدأ بصورة وبخطوة صغيرة بكلمة حلوة من شباب، وبعدها تلاقي نفسها في ضياع كبير. مش شرط يكون الضياع ده، يعني أنا عايزاكم تلحقوا نفسكم قبل ما يفوت الأوان وتبقوا نسخة من غادة. يا بنات خلي بالكم، الدنيا مش حب ولايكات، الدنيا أكبر من كلمة غرام على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا أو على التيك توك. الستر زينة، ومن ضيع شرفه ضاع عمره. يا بنات بالله عليكم خلي بالكم والحقوا نفسكم، ارجعوا لدينكم، ارجعوا ربنا سبحانه وتعالى، واعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى هيجبركم. والبنت زينتها في احتشامها وصلاتها وصومها ووردها للقرآن. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة. لو أثرت فيكم شاركوها مع أصحابكم عشان توصلوا لكل البنات ممكن تكون ماشية في نفس الطريق. واستنوني في حكاية جديدة من حكايات أم العيال. ما تنسوش
تنزلوا حالا في الكومنتات تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفجروها بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. تكتبوا لي كومنت حلو منكم وتعملوا لايك عشان الفيديوهات تترفع. بالله عليكم. سلام.